خد بالك، 90% بيغلطوا وبيعلوا الترموستات على رقم 5، وبالتالي ان الموتور بيشتغل فترة اطول والتلاجة ما بتفصلش. الحل، كمل معايا الفيديو وانا هشرح لك الطريقة المظبوطة لظبط الترموستات. مساء الخير يا جماعة. معانا تلاجة كريازي 12 قدم فيها مشكلة ان المراية مربية معانا تلج بكثافة عالية والموتور بيشتغل فترة طويلة. ده بسبب ان البكرة بتاعت الترموستات على اعلى درجة، فاحنا هنظبطها دلوقتي قدامكم. المفروض الطبيعي ان احنا بنجيبها على رقم 2 في الصيف، وفي الشتاء بنجيبها على رقم 1. ليه؟ لان كده الجو بيبقى مناسب ونسبة التبريد بتبقى تمام، فمش محتاجين ان احنا نعلي، لان هي كده كده بالطبيعة هتفصل. اما في الصيف ما ينفعش نعلي على الدرجة دي. ولو لقيت جلدة الباب عندك فيها مشكلة زي ما انتوا شايفين معايا، ان احنا بنقفل الباب بيفتح معانا تاني، فبالتالي ان هي هتعمل معانا كثافة عالية في المراية. طب ايه الحل؟ ان احنا نغير الترموستات ونظبطه على الدرجة اللي انا قلت عليها. وجلدة الباب دي لو لقيتها بتعمل معاك كده، ما ينفعش ان انت تشغل التلاجة. الحل والافضل ان هي تتغير ويتجاب واحدة غيرها. طب لو التلاجة اشتغلت معانا فترة طويلة بالوضع ده، ايه اللي بيحصل؟ ان الشبكة اللي ورا اللي هي بتاعت المكثف الخارجية بتسخن معانا، والموتور اما بيشتغل فترة اكتر من 8 ساعات بيخرج الزيت الداخلي وبيمشي في المواسير. فبتلاقي بعد كده ان الفريزر تبريده مظبوط وتحت بيقل، وبعد فترة طويلة بتلاقي التبريد قل في المراية والفريزر. ليه؟ لان الموتور ما بقاش شغال بالجهد بتاعه. الانسب ان انا اظبط الدرجة على وضع منتظم. ولو لقيتها المراية بتعمل معايا الكثافة العالية دي، يبقى انا المفروض ان انا افصلها طبيعي عشان مفيش حاجة تبوظ والكباس ما يحصلهوش اي ضرر. لو حصل معاك العطل ده ابعتلي في التعليقات وانا هرد عليك على طول. ولو استفدت من الشرح اشترك في القناة ودوس لايك لكي يوصلك كل جديد. ولو عاوزنا اكلمك معاكم في موضوع تاني يخص التبريد اكتب لي في التعليقات.